السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أقدم لكم اليوم ملخص لكتاب حياة تالفة، تأليف تود سلون، حيث يستعرض المؤلف تأثير الحداثة في النفس البشرية، مقدما تحليلا قويا في ضوء واقع التحديث والتصنيع الرأسمالي على الخبرة الشخصية والعلاقات الاجتماعية والأسرية. وقبل أن نبدأ بالملخص أصدقائي، يرجى الاشتراك في القناة وعمل زر الجرس ليصلك كل جديد. معضلات الحياة الحديثة. خلقت الحداثة مجتمعات حديثة تكابد في إنتاج بالغين قادرين على الألفة والعمل والاستمتاع والعيش الأخلاقي، فنشرت دروبا من الحياة التالفة. فقد أصبح الإنسان الحداثي لا يعرف ما يجب عليه عمله في حياته، ومن ثم فإن إحدى أكبر المشكلات الحداثية إننا نجتهد لفعل الكثير من الأشياء بسرعة أكبر مما كنا نفعل بها شيئا واحدا، فالحياة أصبحت تنتظم بازدياد في سلسلة من المواعيد التي لا تترك لنا وقتا للاستمتاع. فكم مرة اخترقنا موعدا لزيارة الطبيب كحجة لأخذ الابن من المدرسة خلال الفترة بين العمل والانصراف، وكم سهرنا طوال الليل من أجل الوفاء بشيء صباح اليوم التالي، حتى صرنا نردد إن اليوم ليس فيه ما يكفي من الوقت. وقد اقترن بهذه الجملة إن الفضاءات المهمة في حياتنا كالأسرة والأصدقاء أصابها الإهمال، ما جعلها هشة ومفككة، ما يدفع المرء بين الحين والآخر إلى الحنين إلى نمط الحياة البسيطة كحياة الريف والمدن الصغيرة قبل قرن من الزمان. ومن ثم نجد أنفسنا نسب ونشتم الحداثة عندما نتخيل كم كانت حياتنا ستكون أجمل لو عشنا بإيقاع أبطأ وعلاقات أعمق وأكثر صلابة ووقت أطول لتقديرها. عنوان: استعمار عالم الحياة. بالاعتماد على ما كتبه هابرمس، فإن المجتمعات تتآلف من مؤسسات وأنشطة تؤدي جملة من الوظائف الجوهرية. تنقسم هذه الوظائف إلى فئتين: الفئة الأولى النظام، الذي يشير إلى المعارف والأنشطة المتعلقة بإعادة إنتاج المجتمع إنتاجا ماديا، ويتمثل ذلك في الممارسات الزراعية وتقنيات توليد الأطفال وطرق إنشاء الطرق والهندسة، وكذلك أساليب نقل وتبادل السلع. والفئة الثانية هي عالم الحياة، الذي يشير إلى الأساس الاجتماعي والثقافي لعملية التواصل والتفاعل الاجتماعي. ومن ثم فإن عالم الحياة هو مستودع المعرفة الجمعية الثقافية، الذي يمكن من خلاله إعادة إنتاج المجتمع ثقافيا ومؤسسيا ونفسيا، كما يضع المساحات اللازمة لتطوير وحفظ ونقل الأفكار والقرارات والمعتقدات والمشاعر والقيم والمعاني والقواعد الأخلاقية. وبناء على هذا التقسيم، فإن علاقة النظام بعالم الحياة في زمن الحداثة تعاني صدعا كنتيجة وأثر غير مباشر لعقلنة الإنتاج التصنيعي. عنوان: تدمير الأسرة والأمراض النفسية. إن التغيرات الحاصلة للأسرة والمرتبطة بالتحول إلى الرأسمالي المؤسسية قد أزاحت الأسرة الممتدة، وهي الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد، وأحلت محلها الأسرة البرجوازية، وهي الأسرة النووية، من أجل مراكمة رأس المال واستبقاء أنفسها للإنتاج.
ومن ثم تطورت طقوس اجتماعية جديدة تقوم على ضبط الذات وإرجاء الإشباع والتضحية المادية، فلا سبيل لتلبية الحاجات النفسية والجسدية إلا تحت قواعد تهذيبية صارمة لا تضعف إنتاجية المرء. ومن ثم أصبح الطفل في الأسرة عبارة عن فرصة واعدة للسوق رجاء أن يصبح منتجا أيضا. وتراجعت سلطة الآباء بعد ذلك نتيجة غياب الشخصية القوية للأب في الحياة المبكرة للطفل، فاخترقت القيم الجديدة للمجتمع البيروقراطي المستغل استهلاكيا فضاء المنزل عبر المذياع والتلفاز وغيرهما من وسائل الإعلام الجماهيرية. ومن ثم أصبح الطفل أقل تأثرا بوالديه وأكثر عرضة للتأثر بما يبث للاستهلاك العام، فنشأ عن ذلك ظاهرة أفول الأب، حيث هناك مرضان أو اضطرابان نفسيان شائعان في زمن الحداثة تفرزهما العلاقات الاجتماعية الرأسمالية، وهما النرجسية والاكتئاب، ويعتبران النتيجة الأكثر شيوعا للتنشئة الاجتماعية للرأسمالية المؤسسية. فالاكتئاب هو صورة فاشلة من النرجسية، إذ نشهد في المكتئبين انهيارا للصورة الذاتية المتعاظمة التي تحمي النرجسيين من سخطهم على أنفسهم حين لا تلبى احتياجاتهم العاطفية الأساسية. ويمكن أن نرى أثر ذلك في السلبية والنوم وفقدان الشهية والأكل المفرط والسوداوية وانعدام الأمل، كما يغلب على النرجسيين والمكتئبين الرضوخ للتنفيس المبتذل عندما تتعرض ذواتهم للتهديد. ومن ثم يميل النرجسيون إلى السلوك السادي اتجاه الآخرين، بينما المكتئبون يميلون إلى السلوك المازوخي اتجاه أنفسهم. وتستعمل الأساليب النرجسية والاكتئابية لبيان نمطين يرتبطان بالمؤسسات الثقافية والاجتماعية للتحديث الرأسمالي، ويشيران إلى الأعماق النفسية التي يمكن أن تخترقها التناقضات الاجتماعية للرأسمالية المؤسسية. وبالأخير أتمنى أكون قد وفقت في تقديم هذا الملخص، وأتمنى أيضا أن تكون قد استفدت من هذا الملخص لكتاب حياة تالفة. ولا تنسى الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد يقدم على هذه القناة، وأتمنى أن تشارك هذا الملخص مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع. وشكرا للمتابعة. قراءة محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار.